تجمع أحرار الجولان المباح، حصادنا في 90 ثانية. في سعسع، وبعد تفجير مبنى الفرع 221 التابع للأمن العسكري والمعروف بحقده وإجرامه تجاه أبناء القنيطرة، شنت عصابات الأسد حملة مداهمات شرسة واعتقلت أكثر من 100 شاب، وقامت بإطلاق الرصاص بشكل جنوني وعشوائي على المنازل، مما تسبب بذعر كبير لدى الأهالي. هذا وقامت قوات النظام بقصف بلدة دروشة في الريف الغربي من الدبابات المتواجدة في جديدة عرطوز، وعمت الاشتباكات بلدتي دروشة وخان الشيح، حيث قامت قوات الأسد بإغلاق طريق دمشق القنيطرة. وفي إطار جمعة قائدنا للأبد سيدنا محمد، خرجت مظاهرات حاشدة في تجمعات أبناء الجولان المباع في كل من الحجر الأسود والذيابية وحي القدم الدمشقي، نادت بإعدام الأسد وحية الجيش السوري الحر. ودارت في السيدة زينب اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر واللجان الشعبية الطائفية في محيط مقام السيدة زينب في إطار معركة الفتح المبين لتحرير بلدة السيدة زينب. في جديدة عرطوز قام عناصر حاجز مفرق كوكب بإطلاق النار على منازل المدنيين الآمنين، وسقطت قذيفة غدر أسدية على إحدى المنازل موقعة أضرارا مادية كبيرة. في مخيم الحسينية قامت عناصر الجيش السوري الحر بتدمير 3 سيارات دوشكا وقتل من فيها من عناصر المجرم، وتواصل القصف على تجمعات أبناء الجولان المباع في سبينة وحجيرة والعسالي والحجر الأسود ومحاصرتها ومنع دخول المواد الغذائية والطبية إليها.